أنا إيناس حامد، ودي واحدة من أقوى وأوجع الحكايات اللي ممكن تسمعوها. أنا اسمي رحمة، عندي 24 سنة، وعيت على الدنيا لقيت نفسي عايشة في أوضة تحت السلم في عمارة أمي وأبويا بيشتغلوا فيها بوابين. أمي وأبويا على قد حالهم وخلفوا 6 عيال، مات منهم 3 وهم لسه أطفال علشان مفيش رعاية ولا اهتمام، وال3 اللي فاضلين هم أنا وأختي وأخويا. كنا ساكنين إحنا ال5 في أوضة واحدة، أوضة صغيرة قوي ما فيهاش غير مرتبتين، واحدة بينام عليها أمي وأبويا والتانية كنا بننام عليها إحنا ال3، أنا وأختي وأخويا. ومن كتر ما كبرنا وبقينا شباب بقينا محشورين جنب بعض، مفيش خصوصية ولا راحة. دخلنا مدارس وإحنا صغيرين بس ما كملناش، التعليم كان رفاهية بالنسبة لنا، مفيش فلوس ومفيش اهتمام. أمي كانت بتشتغل في شقق السكان، تنظف وتطبخ وتغسل، وأبويا طول اليوم بينظف العربيات، يجيب طلبات السكان ويكنس السلم، وأنا كنت بروح معاه كتير أساعده. أما أختي فكانت دايما بتروح مع أمي تشيل معاها الحمل، إنما أخويا متدلع. بعد ما ال3 ماتوا وكان المدلل اللي محدش بيقوله لأ، بعتوه يتعلم صنعة واشتغل ميكانيكي، وفعلا اشتغل وبقى شاطر، بس كل اللي بيكسبه كان بيصرفه على نفسه، لبس وخروج وكروت شحن، ولا جنيه دخل البيت ولا ساعدنا في حاجة. بس احنا كنا بنقول معلش أخونا وبرضه ربنا يكرمه. بس اللي محدش يعرفه إن الكارثة بدأت من بدري، من وأنا عندي 12 سنة كنت بنام أنا وأختي وأخويا على نفس المرتبة، وأخويا وقتها كان عنده 14 سنة. وفي يوم لقيته بالليل بيعمل تصرفات غريبة، حاجات مش مفروض تحصل بين إخوات. سكتنا، اتخضينا وافتكرناها مرة ومش هتتكرر، بس للأسف اتكررت. عدت أيام وسنين وكل كام يوم نفس القرف ده يحصل تاني. وأنا وأختي كنا صغيرين مش فاهمين حاجة وخايفين نقول لأي حد، وعارفين إن مفيش مكان تاني نروحه. كتمنا وسكتنا وتحولت حياتنا لجحيم مكتوم جوه أوضة تحت السلم. كبرنا وفضلنا ساكتين. كبرنا بقينا في العشرينات، أنا وأختي عشنا سنين مش طبيعية، كل يوم بنعدي على نفس الذكرى ونفس الخوف، لحد ما في يوم جه عريس لأختي. كان موظف بسيط، حاله مش غني بس أرحم من حياتنا، شقته أوضة وصالة، وقال لها أنا عايزك تبطلي الشغل وتبقي ست بيت. هي فرحت جدا، حست إنها أخيرا هتخرج من الجحيم اللي عايشة فيه وهتبعد عن أخويا اللي مدمرها. قالت لي أنا حاسة إن الجواز نطوق نجاة ليا، هبتدي من جديد وهبعد عن الكابوس ده. بس في مشكلة واحدة، أختي كانت مش بنت، كانت محتارة تقول له ولا لأ، كانت عايزة تصارحه بس كانت خايفة يخسرها، وفي الآخر قررت تزوق الموضوع. اشترت من الحاجات اللي بتخلي البنت تبان إنها زي ما هي، وقالت هتصرف وقتها وخليني أعدي الليلة. وبالفعل اتخطبوا وجه ميعاد الفرح، وعملنا كل حاجة بسيطة على قدنا. بس أختي كانت مبسوطة فرحانة إنها هتسيب البيت ده ورا ظهرها. بس اللي حصل في أول ليلة جواز كان كارثة. جوزها عرف، اكتشف إنها مش بنت، فضل يسألها إزاي وليه. هي انهارت، فضلت تعيط وحكت له كل حاجة عن أخونا، وقالت له أنا ضحية، والله ضحية، ما صدقت إن في حد هياخدني من البيت ده. بس هو ما صدقش، شاف إن دي حجة وإنها بتغطي على حاجة تانية. اتصل بأهلي وقال لهم تعالوا خدوا بنتكم، أنا مش ناقص فضايح، دي طالق. أنا وماما وبابا رحنا ليهم فورا، بس قبل ما نلحق ناخد أختي اللي حصل كان صدمة. إحنا وصلنا بيت أختي وإحنا مرعوبين، لقينا الناس ملمومة وجوز أختي بيزعق وبيقول بنتكم مش بنت وانتوا كنتوا عارفين وسكتوا. وأختي كانت قافلة على نفسها باب الأوضة. وبمجرد ما عرفنا اللي حصل ماما وقعت من طولها، وأبويا حاول يفهمه، قال له والله إحنا ما نعرفش حاجة، دي بنتنا وشرفنا. بس كان خلاص، جوزها قرر يطردها ويطلقها من حياته. بس اللي محدش توقعه إن أختي وهي جوه الأوضة كانت بتفكر في طريقة تهرب بيها من العار، من القهر، من سنين طويلة كانت فيها ضحية وساكتة. كبك على نفسها جيركن جاز وولعت في نفسها. كلنا جرينا، جبنا بطاطين نطفيها، بس النار كانت أسرع. وهي بين الحياة والموت قالت لماما سامحيني يا أمي، أنا تعبت قوي. وماتت أختي، ماتت وهي شايلة وجع سنين، ماتت وهي مظلومة ومحدش حس بيها. ومن يومها ماما وبابا بقوا بيصحوا كل يوم على دموع وحسرة. وأخويا أول ما عرف لم هدون وساب البلد واختفى. دورنا عليه، سألنا في كل مكان، حتى شغله سابه والموبايل مقفول من ساعتها.
عدت سنة كاملة وإحنا لسه بندور عليه ولسه مش قادرين وأنا لسه عايشة مع أمي وأبويا في نفس الأوضة، بسعى وبشتغل وبساعدهم على قد ما أقدر. ومن شهرين شاب بسيط اشتغل في مكتبة جديدة في العمارة اللي احنا فيها، قال لي أنا معجب بيكي وعايز أتجوزك. هو مش عارف حاجة، مش عارف إني أنا كمان مش بنت، ومش عارف أخويا عمل فيا إيه. أنا بين نارين، أقول له ولا أعمل زي أختي واسكت؟ ماما بتقول لي اعملي عملية ومحدش هياخد باله، بس قلبي مش مطوعني. أنا مش عايزة خدعة، عايزة أعيش حياة نظيفة، بس خايفة لو حكيت له ما يصدقنيش ويبقى مصيري زي أختي. يا ترى أعمل إيه؟ أنا حكيت لكم حكايتي علشان تساعدوني. وبكده تكون خلصت حكايتنا المؤلمة دي، حكاية بنت كل اللي غلطت فيه إنها اتولدت في مكان غلط وسط ناس ما قدرتش تحميها ولا تحمي أختها. حكاية وجع وسكوت ونهاية حزينة راحت فيها روح بريئة. صاحبة القصة بتسأل تحكي للعريس ولا تسكت، تعمل العملية ولا تواجه الحقيقة؟ مستنية رأيكم في التعليقات. كنتوا مع حكاية من حكايات إيناس حامد، من قلب الحقيقة بنحكي وجع الناس.